هكذا تفتح لك أبواب السماء وتتسابق الملائكة على رفع عملك. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر لحضراتكم 3 أحاديث. الحديث الأول رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاته: من قائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يبقى الكلمات هي إيه؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحديث الثاني رواه مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ مين اللي قال الكلمات ديت؟ فأرم القوم، يعني سكتوا جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، يعني ما يخافش، ده ما قالش حاجة وحشة. فقال رجل: جئت يا رسول الله وقد حفزني النفس فقلتها، يعني كنت جاي بجري عايز ألحق الصلاة، حريص على إني ألحق الصلاة من أولها، فمن كتر ما كنت بنهج فجيت فأول ما دخلت فقلت تلك الكلمات. خدوا بالكم بقى، قال: جئت يا رسول الله وقد حفزني النفس فقلتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. 12 ملك كانوا بيتسابقوا عشان يرفعوا تلك الكلمات اللي هي إيه؟ اللي هو قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحديث الثالث والأخير حبايبي رواه البخاري عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه وارضاه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. يعني لما النبي قام من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ من اللي قال الكلمات ديت؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها الأول. الله أكبر. يبقى إذن الكلمات التي وردت في ال3 أحاديث: في الحديث الأول قال هذا الصحابي: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. في الحديث الثاني قال الرجل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحديث الثالث قال الرجل: ربنا ولك الحمد، بعد الصعود من الركوع قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا